السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير. النهارده جايه لكم بقى بفيديو كده على الرايق على الهادي. بصوا اسكندرية بقى وجوها. النهارده بقى خرجت كده، اخدت حنونة صغنونة وقلت بقى ايه اضحك على نفسي. النهارده يا جماعة انا اتحددت نفسي مخاوف كتير كانت عندي. الحمد لله حاسة ان انا يعني حتى الآن يعني مجتازها بنجاح الحمد لله اللهم بارك. أول حاجة كنت بخاف منها إن أنا أخرج من البيت بالفستان وأركب مواصلات وأنزل وأطلع من المواصلات وأركب مواصلات وأنزل. فاهماني؟ دايما كان عندي إحساس إن الفستان هيتقطع لا قدر الله، ممكن أتكعبل وأنا ماشية. فاهماني إزاي؟ فكان الموضوع ده كله عامل لي قلق، عشان كده أغلب الوقت كنت بلبس بناطيل يعني. وفي الشتا دايما برضه بلبس بناطيل، اقول برضه ايه الجو بيبقى جامد ممكن الفستان يطير. طب انا كده كده بلبس بناطيل تحت الفستان يعني. انا الحمد لله الحمد لله ما احبش ابدا انزل كده بالفستان من غير بنطلون. لا ده لازم اي واحده ست المفروض تعمل كده او اي بنت هينتبه. فاهماني ازاي؟ لان لا قدر الله ما تعرفيش ايه اللي ممكن يحصل في الطريق. لا قدر الله ممكن واحدة تقع، تبان أو تتعرى أو كده. لا ربنا يعني أصلا بيحب المتسرولات يعني. برضه معرفش ليه الخوف من الفستان يعني أو العباية أو كده في الشتاء. كنت دايما ببقى بشوف البنات بقى وهي ماشية بالفساتين كده، ببقى ببصلهم وأقول يعني هم ماشيين عادي، هو إيه المشكلة يعني. فده كان أول حاجة من مخاوفي يعني. الحاجة التانية بقى ان انا انزل ببنتي الصغيره برضه نركب مواصلات كتير ونروح مشوار بعيد عن البيت يعني، مش مثلا مجرد مثلا قدام عندي سوق رايحين مثلا عند اختي قريب عند كده يعني. لا واخدينها مشوار لوحدنا. بصراحه الواحد بقى بيخاف جدا دلوقتي من كميه المشاكل اللي بتحصل، والخطف والسرقه والحاجات دي. بقت يعني كتر ما بقيت اسمعها بقى بيجيلي وسواس دايما ان انا لو خدت حد من بناتي معايا. نعم هيتخطفوا مني. بصوا هي قاعده معايا اهي وانا لابسه الفستان اهو وقاعده معاها على البحر كده، لانها كانت نفسها جدا تيجي على البحر كده وتقعد. صح يا نونا؟ لسه بقى باقيه كده تمام ومظبطه الاكل وكمان تشرب حاجه ساقعه ولسه متغديين. تقول يا ماما الفسحه بتاعتك جميله. فدي كانت تانية حاجة يعني مخاوفي إن أنا أخرج بيها. وتخيلوا بقى إن أنا أخرج بيها وبفستان يعني، المخاوف الاتنين عملتهم. وسبحان الله المشوار اللي كنت جاياه وكنت قلت حسابي هيتاخد على يومين، الحمد لله والساعة حلوة عليا وما خدش يعني أقل من نص ساعة والمشوار بتاعي خلص والحمد لله. خلصت حاجتي عشان كده بقى ايه يعني خلصت ومبسوطة بقى اروق عليها زي ما ربنا جبرني كده وخلصت بسرعة. بس بقى اتفرجت شوية كده وأوريكم المناظر الجميلة في اسكندرية والبحر كده وهو رايق في الصيف. لسه طبعا المصيفين بقى ما بدأوش يجوا لأن لسه في امتحانات الثانوية العامة والجامعات لسه الناس ما بدأوش. بصوا الدنيا عاملة ازاي والبحر رايق وجميل والإضاءة حلوة قوي. لا يا حنونة الدنيا شمس. هلبسها أنا أهو. طب بتعمل شفتي كان زمانك حطيتي وسعلك البصل، كان زمانك حطيتي الغطا احسن. احنا كلنا هنغرق دلوقتي يا جماعه. ثانيه ده ايه يا ولاد؟ مش انتوا عارفين ده الغراب اسمه ايه؟ اسمه مش عارفينه. الهوا حلو على فكره، الهوا اللي شغال ده حلو يعني، مش ساقعه ولا حر ولا كده يعني. الحمد لله الجو جميل. اضطر مش لاحقه اصور.
بصوا المراكب. بصوا مش عارفة اصور، عمال يجري بسرعة. انا لبستها مش عايزاها، هاتيها تحمينا من الشمس السخنة. بس يا جماعه، فالمهم القصد من كلامي وان انا افتح الكاميرا واصور وان انا اقول لكم ان انتوا ما تفضلوش خايفين باستمرار كده. حاولوا تواجهوا المخاوف بتاعتكم، ما تسيبوش نفسكم ليها تتوهموا والموضوع يكبر معاكم فعلا، لان الموضوع ده اخذ معايا وقت كبير جدا ان انا اخد بنت من بناتي ونخرج من كده. انا علي قلبي لما يعدي هجيب لك بلكونه. يلا المناديل. حاولوا تواجهوها بأي طريقة. وبعدين مش لازم تاخدوها كلها مرة واحدة زي ما أنا عملت كده، لا، حاولوا تواجهوا حاجة لو تقدروا تواجهوها كلها مرة واحدة برضه واجهوها، يعني تشوفوا الدنيا معاكم هتبقى عاملة ازاي. وصدقوني امي دايما كانت بتقول لي حاجه كده، بتقول لي اللي تخافي منه دايما ما تلاقيش احسن منه. وفعلا عمري ما واجهت حاجه كنت خايفه منها قوي 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 الا لو ما جيت اواجهها لقيتها سهله جدا وربنا ييسر لي فيها الحال، وبالعكس باكتر ما انا كنت اتمنى. شوفوا سبحان الله والله العظيم، ربنا كريم جدا 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 جدا. زي ما بيبتلي الانسان بحاجه بيبقى قصادها حاجة تانية حلوة تقويكي. يعني ايه، زي ما بيقولوا ما بتبقاش من كله مقفلة، بس برضو حتى لو قفلت من كله يقولك ايه، ما عايزة اجيب لكم الحديث بالظبط، اللي هي لو استحكمت حلقاتها لفرجت. يعني برضو مهما قفلت ومهما حلقاتها ضاقت وقفلت جامد هتفرج بالقوي. هفتكر لكم الحديث وهبقى اكتبه لكم برضو هنا على الفيديو. فيا جماعة ادعوا دايما. والله في حاجة حصلت برضو من قريب، كان الواحد برضو شايل هم حاجة كده، ولما خلاص بيأس ولاقي نفسي كده بعدت عن الذكر والصلاة على النبي كتير، بروح راجع على نفسي تاني وراجع على ربنا تاني وافضل اقول استغفر كتير واصلي على النبي كتير كتير. شكرا. والله العظيم يعني دايما فعلا ربنا بيفرجها والحمد لله بتعدي على خير. نعم يا حبيبتي كده غصب بنات ماشي، ما يجي هقول. فالحمد لله يعني ربنا كريم قوي، واستغفروا كتير يا جماعه والله العظيم. يعني ماشي خلاص، انا هقول هو هيجي. ثواني معايا. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وقولوا لي ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزينها جديد عشان اصورها لكم. باي باي.